هلو يا جماعة، ايه الأخبار؟ أنا رينا سليمان من شركة تير هوم للخدمات العقارية. في الحقيقة إنه في بعض العملاء بيكونوا هيأجروا وحدة عقارية أيا كان نوعها، فيلا، شقة، دوبلكس، ونماذج كتيرة يعني مختلفة. وطبعا بيضايقوا جدا لما البروكر بيسألهم يقول لهم الوظيفة ايه. انا اللي محتاجه اقوله انه العميل اللي بيأجر طول الوقت هو بيكون عارف ان الاسئله دي طبيعيه جدا. وظيفه حضرتك ايه؟ عدد الاسره قد ايه؟ الجنسيه ايه؟ هتقعد مده قد ايه؟ مين اللي بيسأل الاسئله دي؟ مش احنا خالص، احنا ملناش علاقه بالموضوع. احنا مجرد ان احنا بنكلم مالك الوحده وبنقول له احنا معانا مستأجر بيشتغل كذا كذا وظروفه الاسريه كذا وعايز يأجر مدة قد كذا. بيه انه المستأجر احيانا بيكون متضايق ونافر الموضوع جدا، لكن هو مش بيبقاش فاهم ان وظيفته وجنسيته وعدد الاسرة. فهنا المستأجر بيستغرب جدا وبيكون متضايق جدا وهو بيتكلم البروكر، واحيانا بيبقى مش عايز يقول الوظيفة. احنا مش بنعرف نعمل حاجة، لانه المالك لو احنا اخدنا منه ميعاد علشان المستاجر يشوف البيت مش هيدخل حد بيته الا ما يعرف هو مين. طب ليه؟ لاسباب. في وظائف الملاك مش بتحبها، مش هقدر اقولها بشكل مباشر لكني عارفاها. وفي بعض الجنسيات الملاك مش بتحبها، مش هقدر اقولها بشكل مباشر لكني عارفاها. فلما بنسأل احنا بنوفر على المستأجر وعلى المالك وعلينا، وده عشان محدش يتحط في وضع احراج، لانه ممكن احنا نروح الشوينج عادي جدا ويجي المالك يعرف الوظيفة اللي هو مش محتاج لها او الجنسية اللي مش عايز يأجر لها وبرضه يرفض عقد الإيجار. أنا رينا، وعشان تشوفوا عقارات من أرض الواقع بسرعة جدا هتروح على اليوتيوب وتكتب اسك رينا، هيطلع لك القناة بتاعتي. اوعى تنسى سبسكرايب. باي باي.